السلام عليكم. أسعد الله مساءكم بكل خير. تحية طيبة لكل المشاهدين. أتمنى أن يكون الجميع بخير. مرات الإنسان يراهن، والحمد لله أنني في كل مرة بفضل الله سبحانه وتعالى نربح الرهان. مانيش نقمر، أنا عمري ما قمرت في حياتي، عمري ما قمرت، وممكن لو كان نقمر بركش نربح كان ملياردير، لكن الحمد لله لا تربيتي ولا أخلاقي ولا مبادئي تسمح لي باش نقمر. لكن انا شايف روحي مرات لو كان ندخل نقمر في هذوك اليانصيب هذوك تاع اللي يربحوا الملايين، لو كان ما خاطر نشري تيكيت تاع يانصيب ممكن نولي ملياردير وما نزيدش نهضر معاكم وخلاص. هي تولي عندي جات بريفي وعندي يوت وعندي حصر، ما نهضرش كاع مع القاشتي الراشي هذا اللي يهضر معايا نقول له شكون انت بلا فمك ماشي. لكن الحمد لله أخلاقي وتربيتي وديني والحمد لله ما تسمحليش أنني ندخل في القمار هذا اليانصيب. لكن كل مرة نراهن على أمر ونصبر، نطبق نظرية الشاعر العظيم الذي يقول أرمي الشبكة للبحر وابكي على الزهر. وأنا نرمي الشبكة على البحر ونبكي على الزهر ونبكي على التحليل والتوقع اللي في معظم المرات يكون لصالحي، والحمد لله هذا بفضل من ربي سبحانه وتعالى. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه في كل مرة نقول يا ناس لا داعي لركوب البرداعي، لا داعي لهذه الشعارات التي تقطع دابر فرنسا وطز في إمارات وطرد السفير وكذا والخيانة وكذا وما تسواوش وكذا. لأننا عندما ننصح وعندما نتكلم وعندما نناقش الأمور نناقشها بموضوعية وبروح وطنية. ممكن البعض يشوف فيها تنازلات، ولكن التنازلات التي يراها هؤلاء في ذاك الوقت أفضل بكثير من التنازلات التي سنقدمها للأسف الشديد بعد فوات الأوان. ممكن في ذاك الوقت يقول لك كيف أنا لا 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 لا، لأنه الحمد لله عندنا بعد نظر، عندنا بعد نظر نقولوا باللي الطريق هذه ما تديش، ما توصلش. الأمر هذا عنده علاقة بالخبرة، عنده علاقة بالاحتكاك برجال الدولة، رجال الدولة ليعرفوا قيمة المصلحة العليا للوطن، ويعرفوا قيمة شعرة معاوية، يعرفوا قيمة شعرة معاوية اللي هي مرة على مرة ترخي، ما تكون لين فتعصر، ما تكون قاسي فتكسر، ما تكون لين فتعصر، ما تكون قاسي فتكسر. لازم شوية مد وجزر، شوية هاك وهاك لمصلحة البلاد، مراعاة لمصلحة الوطن، لمصلحة الشعب. أقول هذا الكلام لأنه في الوقت اللي كانوا جماعة فرحانين لقطع العلاقات مع فرنسا وتوقيف الشركات الفرنسية وطرد السفير الفرنسي واستدعاء السفير الجزائري، كنا نقول لهم ما تديروش هكذا راكم تندموا، ما تديروش هكذا راكم تندموا. وإذا كنا الآن قادرين نتنازلوا على 10%، راهو يجي وقت وين ما نقدروش نحتفظوا ب10%، بمعنى أننا راح نخسروا 90%. لما قلنا أنه سجن بوعلام صنصال قرار غير صحيح، لما قلنا أنه طرد السفير الفرنسي أو سفير غير مرغوب فيه قرار غير صحيح، لما قلنا طرد الشركات الفرنسية أو فسخ العقود مع الشركات الفرنسية قرار غير صحيح، لما قلنا سجن الصحفي الفرنسي كريستوف غير صحيح، لما قلنا وقلنا وقلنا تهمونا بالعمالة والخيانة والوقوف إلى صف
الاستعمار الاستدمار الفرنسي وغيره. لكننا والحمد لله عندنا ثقة في ربي سبحانه، وعندنا ثقة في أنفسنا وفي رجال الدولة. كنا متأكدين أن هذا القوم الجهلة الأغبياء، هذا القوم الجهلة الأغبياء اللي ربي حصلنا فيهم، سيأتي اليوم الذي يجعلهم يتراجعون على قراراتهم ويندموا ويعضوا صباعتهم، لأن قراراتهم غبية ارتجالية استفزازية يعني متهورة للأسف الشديد. اليوم لما نشوفوا الوزيرة المنتدبة استقبلها رئيس الجمهورية بالأحضان في رئاسة الجمهورية وتغطية إعلامية، وثم تروح لوزارة الدفاع ويستقبلها رئيس أركان الجيش، ويعني وذاك الترحاب يعني وعلاش هذه الهيلولة بكري؟ نعاود نطرح السؤال: الأسباب التي دفعت بالسلطة إلى اتخاذ هذه القرارات الغبية المتسرعة المتهورة، هل زالت هذه الأسباب؟ هل تم حل هذه المشاكل؟ لا. هل تراجعت فرنسا على قراراتها؟ هل تراجع الرئيس الفرنسي ماكرون على موقفه، على تصريحه؟ ماذا تغير؟ لم يتغير شيء. إذن علاش نضيعوا في الوقت؟ وعلاش ضيعنا هذا الوقت؟ ونعاود نرجع لكم النقطة الأساسية اللي قلتها لكم، وللأسف الشديد سندفع الثمن غالي غالي جدا. أنا قلت لكم بين الأسباب العالقة ما بين الجزائر وفرنسا هو تعويض الشركات الفرنسية التي خسرت مئات الملايين من الدولارات من الأوروهات في الجزائر. والجزائر للأسف مضيق هرمز رزيق وجماعته قالوا التبون، قالوا ما تصرفش، ما نتنازلوش وما نرمبورسيوش ويدزوا معاهم يروحوا طبعا هذه المعلومات مش راح نسمعوها ومش راح الإعلام يتكلم عليها، لكن أنا نأكد لكم وأعدكم أنني سأتكلم عن الموضوع في وقته عندما تتوفر لدي المعطيات والأدلة. لكن أنا مقتنع ومتأكد أنه خلال الأشهر القليلة القادمة الخزينة الجزائرية ستعوض للشركات الفرنسية الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة السابقة، للأسف الشديد، لأنه هذا هو القانون الدولي، هذا هو المنطق، هذا هو المنطق، أنه لازم تعوض لهم. لماذا؟ لأنك تلي خسرتهم. أنا داير عقد مع شركة أنني نبيع لها، عندي تقريبا 20 سنة وأنا نخدم معاهم ونبيع لهم وكذا، وبعد كتجي أنت في وقت تقول لي ما بطلت ما نشتريش عليك. الإنتاج اللي عندي أنا واش ندير به؟ نرميه. إذا تعوضني، لأني أصلا خدمت للسوق الجزائرية. أنا نتكلم على الشركات الفرنسية، الشركات الفرنسية اللي كانت تخدم في منتجات مختلفة، فلاحية وصناعية وكل القطاعات، كانوا يخدموا سور كوموند للجزائريين. شركات جزائرية خاصة بريفي كانوا دايرين كوموند مع الفرنسيين، دايرين كونفونسيون نشري عليه كل عام مثلا ما مقداره 1,000,000 أورو نتاع بياز ديتاشي مثلا. الشركة الفرنسية كانت تخدم، مخدمة الناس وشكارية لوزين وتريسيتي والغاز وكذا وكذا، تخدم من أجل إنتاج هذه الكمية الموجهة للتصدير للجزائر. في لحظة غضب قرار سياسي قال حبسنا ما نشروش. هذا الخسائر ستوك اللي راهو عندي أنا خسرته عامين 3 سنين وأنا قاعد نخدم ومستوكي، أو عامين حبست لوزين سكرته، هبطت الريدوات، حبست الجماعة طبع لوحتهم راحوا الشوماج تخلصهم الحكومة وكوليت ديكلاريت فايت. هذا الخسائر شكون يتخلصهم؟ الآن راه يتعوض فيهم التأمين الفرنسي، لكن الفاتورة تطلع
هذه الفاتورة اللي تطلع تخلصها الجزائر عاجلا أم آجلا. إذا ما خلصناش العام هذا نخلصوها العام الجاي، وهذا هو القانون، هذا هو المنطق. لأنه من المفروض قبل ما تتخذ أنت قرار سياسي غبي مثل هذا عليك أن تدرس كل احتمالات وتدرس كل تداعيات هذا القرار على المديين القريب العاجل والقادم المتوسط وبعيد المدى. كي ناخذ قرار لازم نقرا له حسابه. كما نقولوا احنا عندنا بالدارجه زواج ليله تدبر عام، زواج ليله تدبر عام. انت راح تتزوج الليله، راح تاخذ قرار الليله وتاخذنا معاك. فكر على عام سي محمد اش راح يصرى. راح تجيب طفل وبعد تربيه وتشري له حليب وتشري له كوش وكذا واش غير واحد تدخل تزوجوه. لازمك دير حسابك يا سي محمد. اذا القرار السياسي الغبي اللي نتخذوه اليوم سندفع ثمنه، ولو بعد حين، بعد سنه، بعد سنتين، بعد 3 سنوات ندفع ثمنه. اذا الان العلاقات رجعت، عودة السفير الفرنسي في انتظار تعيين سفير في باريس. إذا كان ارتاح بوعلام ربي يشافيه، لأنه وضعه الصحي بصراحة حسب المعلومات والمعطيات اللي عندي وضعه الصحي نوعا ما يعني متدهور. نعم، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام وضعه الصحي متدهور، ربي يشافيه، نطلب له الشفاء. إذا استرجع قوته وعاود ولا ممكن هو السفير مثل ما قلنا. إذا بقى وضعه مش مليح طال غيابك يا غزالي، مضطر الحكومة الجزائرية أو الرئيس الجزائري مضطر أنه يعين سفير جديد في باريس. ننتظروا من هو السفير الجزائري في باريس اللي نتمناه أنه يكون من الثقل، اللي يقدر يرطرب، يقدر يعني كما يقول لك الناس يصلح ما أفسد الدهر. لأنك تجيب سفير ضعيف ما هيش مليح، لازمك تجيب سفير قوي دبلوماسي محنك اللي يقدر يعوض الفراغ اللي كان طوال هذه 3 أو مو 3 طوال 6 سنين. احنا 6 سنين ما عندناش سفير في باريس. نعم 6 سنين ما عندناش سفير في باريس. منذ 2020 ما عندناش سفير في باريس. واحد يقول لي كان عندنا واحد سفير، شكون هذا السفير؟ مواسي ما خاطئ مسكين معاه. قنصل كبير عليه اللي راهو في البرتغال الآن. البرتغال ممكن يقدر في البرتغال لأنه هو التخصص تاعو غلق السفارات، يجي لباريس يغلق، يروح اسبانيا يغلق، هو يروح يغلق. البرتغال برك اللي مازال فاتح. إذا السفير الجزائري في البرتغال أنت صغيرة تليق لك دراهم صغيرة، تليق له البرتغال. لشبونة فيها أنا رحت لشبونة عندها شهر ولا أقل، فيها 2 دخلات، تدخل منها تخرج منها. هذا ما كان شبونة يعني كلها يعني قرية وش. أما باريس يعني بحجم التبادل والجالية وكذا وكذا لازم لها دبلوماسي محنك. أوكي، الجزائر بحاجة إلى منقذ.